مبادرة سمو الشيخ فاطمة بن مبارك العرس للنساء فترة العصر. والشيخ سالم ما شاء الله. ماذا يبدو؟ عندنا ترغيبة، عندنا ما قصرت وما قصرت. في بركة يطول عمرها. أول العرب إن شاء الله عنها أول القطار هذا تو تحرك إن شاء الله القاهرة كلها. يعطيك العافية ما شاء الله، الحضور الطيب ما شاء الله. الحين الساعة 6 ما شاء الله، كنا الحين بداية العصر. الله يطول عمرك سعادة. الله يجزاك خير. الرحمن الرحيم. نهني بهذه المناسبة الطيبة الحفل الجماعي على مبادرة الشيوخ وام الشيوخ، الله يطول اعمارهم والله يطول عمر بالركاض اللي بادر وطبق في الاول. قلنا يا رب يا رحمن لطفك بالعباد في طاعة الله والنبي وامر الولاه، ثم نظمت اقوالها قلت الوكاد بحفل الرضي والحمد لله عارضاه. بمبادرة حكامنا وام البلاد أشوارهم دايم مثل حبل النجاه، مشكور بالركال طبق باجتهاد وعيال عامر كلهم لبوا معاه. مشكور بالركال طبق باجتهاد وعيال عامر كلهم لبوا معاه، وكل القبائل فعلهم يرقى سناد الراي حي وكل تيقن من قداه. خلاص يكفي من اسراف ومن عناد ومن ترك لله ربي ما نساه. شفنا العواقب في التكلف يوم زاد نبغي الزواج الكل شاب وكل فتاه. شفنا العواقب في التكلف يوم زاد نبغي الزواج الكل شاب وكل فتاه. نبني وطن نزرع ونجري للحصاد، نهج الشيوخ ساس السعادة في الحياة. عن بادرة حكامنا وام البلاد أشوارهم دايم وهي حبل النجاة. والتهاني من ضميري والفؤاد، وعلى النبي يختم سلامي والصلاة وسلامتكم. الله يطول عمرك. واشوارهم هي حبل النجاة وتبارك الله. وبلا شك هي فرحة مشتركة تكون رجالية ونسائية وبلا شك. المبادرة هذه مع انها غير مسبوقة لكن ايضا كانت مبادرة غير مسبوقة طرح صاحب السمو رئيس الدولة الذي دعا لإقامة مناسبات الأفراح في الفترة ما بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة المغرب لتخفيف أعباء وتكاليف هذه المناسبة الاجتماعية اللي تعود بالفرح والسعادة، ويعلى أيامكم إن شاء الله كلها سعادة. آمين. وإحنا صراحة محظوظين حقيقة بهذه الأفكار النيرة اللي تطلقها حقيقة القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب الأيادي البيضاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. الله يرحمه. صحيح. نعم. تستاهل الوصلة. ونحن نشكرك على هاي المبادرة. أنا أكو ما احنا نكون على مستوى دول التعاون. ما هو إلا بس احنا بدينا أحسن كان قبل مبادرة الشيخ محمد بن مبارك النسائية هذه مستمرة من فترة طويلة، والحين اليوم أول مبادرة لعرس النسوان في فترة العصر. نتمنى إن شاء الله أنها تكمل في دول مجلس التعاون أيضا يسيرون نفس المسار إن شاء الله. حسن الله يبارك لنا ويبارك لك. خالد الدار بيض الله وجوههم وجزاهم الله خير على الوصول. ما شاء الله اليوم عندك اخبارك مع رئيس الوزراء. نعم. السادس. نعم. شو توجه لهم؟ والله تكلم باسمهم بارك للجميع. امين. اليوم الاعراس جماعيه من فوائد كثيره ما شاء الله. اليوم الحضور اذا كان لشخص واحد نشوف حضور ل6 اشخاص اليوم 6 معارس. نعم. ناس ما قصر كل مسلم الله وياك ابيض ومبروك ما دبرت. مبروك يا شباب. مبروك ما دبرت. الله يبارك فيك طول عمرك. نهنيكم على هذا العرس الميمون. طول عمرك جزاك الله خير.
باسمي وباسم المعاريس ترحب بالجميع اللي جاء من الدار ومن خارج الدار. مرحبا ومسهلا. شباب شوي بين العريس درستني خبينا ذكرنا على طين نبدا والمعاني لها ترتيبه فوق من سمو واخلاقكم والفعايل وافيه. والله ان شاء الله يبارك فيكم. اي والله وياك الله يسلمك. هذا الشيء عمرك عليه حد يقدر وحد ما يقدر. اليوم الناس الشيء واحد العالم كله بيتبعونه. اليوم يسوي نفسه يسوي الشركه اللي يسوي وهذا الشيء بكره والله وياك عيال بدل اللي قاعد بس اللي قاعد يسوي عمل والله يجرب لك كله من الطبع. يوم تسوي الشيء العدل الانسان واحد سواء انه يجوز الطباعه ما فيها شك، بالعكس انت تشجع عليها اكثر. واليوم عندك العرس اسمه على شيء متى على العرس خط هذا حد من الناس صور عند حريم انا عن عيالي انا عن عيالي شيء سواه اي والله ما صوت على ان شاء الله عرس الجديد اهم شيء عملت اليوم على المقالاه يكون سلام. هذا الشيء لحب والناس يقول لهم حد يبدا بالشيء والناس ترى بسطاء بتفكيرهم وذكياء مو باغبياء يتبعون الشيء هذا. وحمد الله وجهه في داها ان شاء الله نعمل صدق ما يا ابو حمدان في فرصه من يخلص الريال ما كبرت يوقفك بالعباد في طاعة الله والنبي وأمر الولاة أمر ولاة الأمر. ثم نظمت أقوالها قلت الوكاد بحفل الرضي والحمد لله عارضاه من بادرة حكامنا وأم البلاد أشوارهم دايم مثل حبل النجاة. مشكور بالركال طبق باجتهاد وعيال عامر كلهم لبوا معاه. قلنا مشكور بالركال طبق باجتهاد وعيال عامر كلهم لبوا معاه. وكل القبايل فعلهم يرقى سناد الراي حي وكل تيقن من قداه. خلاص يكفي من اسراف ومن عناد ومن ترك لله ربي ما نساه. شفنا العواقب في التكلف يوم زاد نبغي الزواج لكل شاب وكل فتاه. نبني وطن نزرع ونجني للحصاد نهج الشيوخ ساس السعاده في الحياه. عن بادرة حكامنا وام البلاد أشوارهم دايم وهي حبل النجاة. والتهاني من ضميري والفؤاد وعلى النبي أختم سلامي والصلاة على النبي أختم سلامي والصلاة. الله يوجهك والله حط لها شهاده من الركاض ومن بالغدير هذه الروحها تسوى لها بدايه. هذه القصيده هي اللي بتكون ان شاء الله بتنقلونها بيسمعونها وان شاء الله انا بالها متأيد انا استاذ الله يستاهل الله يحفظك. اقسم لك بالله ان انا ساسير درب واخاطب عطامك على البقاعه كلها وعلى المناطق كلها في السلطنه زين. والله يا الكرم انه وقف صار ووقف عندهم شهاده نعتز بطال عمرك. اسمعني العود والصغير الغني واللي ما عنده. واذا مثلا يحبسونك في الشارع ووقف في محطه ولا في مكان ان الكل يعزم من سرنا اي والله الى مهرب الحدود. يستاهلون كم فضل والكم احترام والكم مقام عندكم بذمتي يا الكرم ان موقف ومعدي عندهم كل من طرف من يدل على ابويتهم مسواه يستاهل. قدامكم اليوم مره هالجار ومره هي الامارات
لا زارنا وهنا وربعنا وما نتخلى منه مع الخشب. مرة الجماعة دام انهم موجودين يسوون جزاك الله خير. متى هذا عجب ويبوها الله يبوها اشتي ان شاء الله. الله يبوها. لا اشتي ان شاء الله. طيب ويوعد بعد يومين مرة من زمان يسوون طيب. كم محمد ان شاء الله بنسموا ان شاء الله نكون بين وانت طيب الله وعليك كلام طيب قبل ان كلام انت منصب. دول العرب منصب والله هذه كلمة حق اني اقولها. هذا رجال منصب على عيسى على ميسمع ويب الناس ولا يسلم عليه الا من الراشد يعطيك كلمة لأن حد من العرب يعطيك معنوية وحد يعطيك انتكاس وأنت حضورك الليلة وتعطي العرب همه وشموخ وعز واعتزاز من مدرك وشرماك تعزز العرب. كفو والله. بيت طعمك العامري هاي الاخوان. بيض الله وجهك. احنا اربعه بيض الله وجهك. عيال غدير زين كلهم عامريه. وهذا مخولطه. نعم. وصلت امواج. بيض الله الله وجهك. يطول عمرك. راعي وصله وراعي واجب وراك. يعني والله لا تكسب كم خطوه. وراعي وصله يا ابو راشد. حليله. زين الحين مع بلوطه ريال والموسم الجاي هي العود. نعم. نكون عنده وعد. الله يحفظك البراجع. توفيق ان شاء الله. الله يحفظك. مرحبا. حياك. دراسة جماعية اليوم شفنا الفرحة وحضور كبير من أبناء القبائل شاركوا معكم بهذا العرس. طول عمرك اللي يسمونه الشيوخ لازم قطع عمرك طيب. طول عمارة ورعاة سمحة جا طال عمرك الله يجزاهم خير واحنا حظنا طال عمرك ان بدينا اول ناس صدر من الله. فرحة وعرس طال عمرك وقتها حلو. وقت طال عمرك من العصر الى المغرب والنسوان الحمد لله نفس الشيء. مبروك ولما طال عمرك لما جماعه 5-6 ارباع عرس طيب. وانتم اول ناس اللي ابتديتوا بهذه الفكره. نعم الحمد لله الله يجزاه خير. انت مبارك كمل الامارات. نعم صدقت الله يجزاه خير الشيخ سالم احمد بركاو. عرس الشيوخ قدامنا طال عمرك احنا غدر. كلمة للعريس ولعيالك وواحد من عيالك مشارك معاهم بهذا شو توجه لهم؟ والله وجه لهم اول شيء طال عمرك يبارك لهم الله يبارك لهم ان شاء الله والربع الصالحه طال عمرك والله يوفقك طال عمرك فيما فيها خير. شكرا المبروك ما دبرت المعرس ما شاء الله حضور غفير اليوم شاركوا معاكم بهذا العرس. طيب طول عمرك ونشكركم من حضرنا ونشكركم وطول عمرك والله جزاكم خير والحمد لله توفقنا في هذه المبادره الطيبه. اللي بادروا بها الشيوخ وطبقوها رعاة سمحة من اول المواطنين اللي بادروا بها. نعم. جزاكم الله خير. نعم العراس الجماعية خاصة. ان بدينا بهذا الشيء. لله الحمد. نشكر الشيوخ رعاة سمحة. تستاهل تستاهل. زيارة طول عمرك زيارة مهمة وإحنا فرحانين بها نتشرف بها وطول عمرك الله يغني بعد. الله وياك. الله وياك. يعطيكم العافيه.